ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وشير علشان القناه يعني تتصاعد ان شاء الله باذن الله تعالى بيكم وليكم ان شاء الله. انا بعمل النهارده كفته، ورحت قطعت لحمه من عند الجزار، وطبعا الكفته بتتعمل بلحمه جملي، ما تنسوش حاجه زي كده. انا عملت المقادير بقى بتاعتها: كيلو لحمه على كيلو رز. طبعا انت براحتك، انت تقدري تعملي كيلو لحمه على كيلو ونص رز، دي بتاعتك انت براحتك. تقدري تحطي كيلو بتاع دوت نص كيلو رز على كيلو لحمه، على حسب ما انت حابه. اللحمه اكتر زودي اللحمه، الرز اكتر زودي الرز، دي بتاعتك انت. انا اول مره ازود فيها الخضره المره دي، وحطيت 5 ربط، ربطتين شبت و3 ربط كزبره. طبعا الكزبرة عشان بتطعم الحاجة وبتحليها بجد ريحة وطعم وكل حاجة. حطيت حوالي 5 6 فصوص توم، وحطيت توم باودر برضو معاها، وعملت بصلاية، وحطيت التوابل بتاعتي: فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة والملح الابيض. دي المقادير بتاعتي يا جماعة. انا طبعا هكمل الصاج ده. انا بحاول ان انا اجري الفيديو لان الفيديو طويل عشان برضو ما تزهقوش. بس بالله عليكم ما تنسوش لايك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي انا بعملها. يا رب تكون عند حسن ظنكم. و... واللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشتركوا. انا هحاول اخلص الصاج دوت، وهدخل عشان احمره، علشان انا عامله كميه كبيره. انا بقى متعوده، انا كنت عامله فيديو قبل كده وانا بقولت ان انا متعوده لما بكون حاجه زي كده. عموما الكفته احنا ما بنعملش الا لما يكون يا اما في فرح يا اما في عيد، خارجين من رمضان والكلام ده، فبنعمل بكميه. انا بعمل بكميه عشان بعبيها وبحطها في اكياس وبخزنها في التلاجة، بحيث ان انا وقت ما نفسنا تروح لها نقوم طالعين وعاملين على طول. طيب كده انا هحط الطاسه. طبعا انا بحب اعمل قوي في الطاسه دي. الطاسه دي بقى من ايام جدتي وجدتك، اللي احنا بنحبها تبقى كده، هي من قلبها نظيفه زي ما انتم شايفينها، والجناب دي هي كده، السواد اللي فيها دي زي ما هي كده. هحاول احمر. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان انا بعمل صوابع عادي، وعملت كور. وطبعا دي بترجع لك انت، لو حابه تعملي صوابع بس ماشي، حابه انك انت تعملي كور ماشي، كده او كده. هي دي او دي طعم واحد وكفته واحده. انتوا يا جماعة اللي بتتفرجوا لسه ما نزلتوش تعملوا لايك وشير. طب اعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصل مني لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالخير يا رب. انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله هوريكم فيه الكفتة وانا معبيها في اكياس، وبعمل برضو حاجات تانية خزين، عشان انت 4 ايام عيد انت مش هتعرفي تخرجي فيهم، وحتى لو خرجتي فيهم كل الاماكن بتبقى قافلة في العيد، لان دي مناسبة وكله بيبقى قافل، فما بتبقيش عارفة تنزلي تجيبي ايه، فبتخزني في بيتك. الحاجة دي بتنفعك انتي، بتطلعي وبتبقي مجهزاها وبتطلعي تعمليها على طول. كده انا طبعا حطيت طاسة وشلتها، ودي الطاسة التانية. انا بحاول اجري واسرع في الفيديو علشان والله علشان انتوا ما تزهقوش من الفيديو. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالخير يا رب. ما تنسوش بقى دعمكم ليا. انا طبعا طلعت واحدة ودقتها جميلة بجد، طعمها حلو قوي، وريحتها قلبت الدنيا وقلبت العمارة عليا. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة.